السلام عليكم يا جماعة. واضح إن الأهلي ماشي بخطوات مختلفة جدا الفترة دي، وفي تحرك سري لو عرفته الجماهير هتعرف إن الخطيب بيجهز ضربة الموسم حرفيا. النهاردة هحكي لكم عن صفقة مهمة جدا الأهلي دخل فيها فجأة، والتحرك ده قلب حسابات منافس مباشر في الدوري. منافس كان فاكر إنه هيحسم الموضوع براحة، لكن الأهلي قرر يقول لأ، مش دلوقتي. قبل ما أحكي لك التفاصيل ما تنسيش تدعمنا بلايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. نرجع للموضوع. مصادر قوية من قناة أون سبورت قالت إن أحد مسؤولي الأهلي الكبار اتواصل مع لاعب مهم جدا من أسبوعين، واتكلم معاه في فكرة العودة للفريق الأحمر. الكلام ده حصل في سرية تامة، وفجأة النادي المنافس لقى إن الصفقة اللي كان بيجهز لها بقاله شهور ابتدت تهرب من بين إيده. طيب إيه الحكاية بقى؟ اللاعب ده عقده مع ناديه الحالي ممتد لسنين طويلة، والنادي مش ناوي يفرط فيه بسهولة. ده غير إن راتبه كبير جدا، والنادي المنافس كان مستعد يضخ مبلغ تقيل عشان يخلص الموضوع في يناير. لكن الأهلي لما يدخل في صفقة الدنيا بتتغير، واللي زود نار الموضوع إن اللاعب ده عنده تاريخ كبير مع الأهلي. لعب وتألق وكان من أهم أعمدة الفريق، ورجع في الصيف اللي فات يعير للأهلي في بطولة عالمية وظهر بشكل ممتاز جدا. وبعد كل ده الدنيا ولعت. وخليني أقولك بقى اسم الصفقة اللي عامل الجدل كله، الصفقة اللي الأهلي عايز يرجعها واللي بيراميدز بيجري وراها بكل قوته. اللاعب هو حمدي فتحي. دلوقتي السؤال، هل الأهلي فعلا هيقدر يرجع اللاعب ولا بيراميدز هينجح في خطف الصفقة؟ ومين اللي محتاجه أكتر دلوقتي؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وتابعونا لأن الأيام الجاية شكلها نار. سلام.